السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قصة وحكاية. موضوعنا اليوم عن الفنان رامز جلال. هل فعلا أصيب الفنان رامز جلال بالعمى أثناء تصوير البرنامج الرمضاني؟ هل فعلا أصيب في عينه اليسرى زي ما قيل؟ وهنعرف كمان رد فعل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن خبر انتشار إصابة الفنان رامز جلال بالعمى في العين اليسرى، وإيه سبب انتشار هذا الخبر. موضوعنا التاني اللي هنتكلم عنه عن الفنانة مريم فارس، واللي تهاجمت مريم فارس النهاردة هجوم كتير في افتتاح كأس العالم في قطر. كل التفاصيل هنتعرف عليها، بس الأول نصلي على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. انتشر خبر إصابة الفنان رامز جلال بالعمى في العين اليسرى على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كل حديثهم كان النهاردة عن إصابة الفنان رامز جلال. وليه انتشر الخبر ده؟ أحد المتابعين للفنان رامز جلال نزل صورة رامز جلال، وطبعا الصورة كانت بالفوتوشوب، وكان الفنان شكله مرهق جدا، وطبعا حاطين ألوان حوالين عينيه. وأول ما الجمهور والناس شافت الصورة على الانستجرام بالطريقة دي، الكل قال إن هو انصاب في عينه اليسرى. وليه العين اليسرى؟ وش معنى العين اليسرى؟ لا طبعا ما نعرفش، لا ده هم بيقولوا كده عشان يأكدوا الخبر. ولكن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي قال إن الفنان بصحة جيدة ومفيش أي حاجة من الأخبار دي وكلها شائعات. وقال كمان حرام عليكم إنكم تطلعوا شائعة زي دي على الفنانين. قال المفروض اللي يطلع الخبر يتأكد قبل ما يطلعه. أما عن مريم فارس ظهرت بلبس خليع جدا في افتتاح كأس العالم في قطر. بصراحة كان لازم الناس تنتقدها، لأن الأغنية اللي هي ظهرت بيها كلمات الأغنية مش مناسبة لللبس اللي هي لابساه خالص. فالناس قالوا لها لو انت عايزة تظهري وتقلدي شاكيرا يا مريم، بلاش أصلا تلبسي، بلاش كلام الأغنية ده. انت طالعة تقولي السلام عليكم، هو ده لبس يتقال بيه السلام عليكم؟ اللبس اللي انت طالعة بيه لبس خليع جدا. وأولا وأخيرا انت بتقلدي شاكيرا. كل الجماهير حست ان مريم فارس بتقلد شاكيرا، بيقولوا لها لا، اظهري بشخصيتك وخليكي بطبيعتك وبلاش تقلدي حد، لانك مهما قلدتي مش هتوصلي لشاكيرا. لكن احنا بنقولك ممكن توصلي لشاكيرا، ولكن مش بالعري كده واللبس المكشوف ده والحركات اللي انت بتقلديها بالظبط بيها. وخليكي بشخصيتك، ولو هتنجحي وانت مريم فارس، ما تبقيش مريم شاكيرا يا مريم. أشكركم والسلام عليكم.